عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، هل تريد أن تأخذ أجر من أعتق 50 نفسا في سبيل الله سبحانه وتعالى في 5 دقائق فقط؟ اسمع إلى حبيبك المصطفى وصلى عليه. والحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن الحبيب النبي قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام. وفي رواية أخرى رواها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن الحبيب النبي قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد زاد على هذا. يا الله، هل هناك يا إخواننا فضل أعظم من هذا الفضل؟ مجرد أن تقول هذا الذكر 10 مرات كأنك أعتقت 4 أنفس من ولد إسماعيل عليه السلام، فما بالك إن قلته 100 مرة؟ كان كمن أعتقت 40 نفسا من ولد إسماعيل عليه السلام، كما جاء في الرواية الأولى. وكما جاء في الرواية الثانية كان كمن أعتقت 10 رقاب، فالمجموع يا أخوانا 50 نفسا. كان كمن أعتقت 50 نفسا في سبيل الله إن قلت هذا الذكر 100 مرة. ليس هذا فقط، تكتب لك 100 حسنة، وتمحى عنك 100 سيئة، وكانت لك حرزا من الشيطان سائر يومك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جئت به يوم القيامة إلا رجل زاد على هذا. يا الله يا أخوانا، هل هناك بالله عليكم هل سمعتم فضلا أعظم من هذا الفضل؟ مجرد أن تقول هذا الدعاء 100 مرة كأنك أعتقد 50 نفسا في سبيل الله. فأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من هذا الفضل، وأتمنى من إخواني أن يقولوا هذا الدعاء أو هذا الذكر 100 مرة في الصباح و100 مرة في المساء، لكي يكون لها حرزا من الشيطان والأجر العظيم يا إخواننا. فأسأل الله ألا يحرمني وإياكم من هذا الفضل ومن هذا الأجر ومن نشر هذا المقطع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.